السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. الوصفة بتاعتي النهاردة حاجة كده من وصفات العيد. الحقيقة انا الفيديو ده كنت عاملاه بقالي يعني فترة، بس ما نزلتوش. نزلت يعني في فيديوهات نزلت قبله. والنهاردة ان شاء الله الوصفة دي بتبقى مشهورة جدا في عيد الاضحى، وعادي برضو في ناس بتعملها طول السنة، برضو بتبقى حلوة قوي، لان هي بتبقى مفيدة للعظم يعني الالام العظام وكده. فالنهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كوارع. هعملها بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها بيبقى حلو قوي. اول حاجة هنا الكوارع معايا مغسولة، وعامله لها بقى محلول النقع، شوية مية كده فيهم معلقتين سكر، معلقتين ملح، معلقتين خل، وليمونتين بالقشر بتاعهم. بعد ما اتنقعت معايا الكوارع كويس اوي خدتها وغسلتها طبعا تاني كويس قوي. والكوارع لازم تبقى مقطعة بالحجم ده كده، يعني حجمها يبقى في الوسط كده. بعد كده بقى خدتها على الحلة حاطة فيها معلقتين سمنة، ونزلت فيها الكوارع زي ما حضراتكم شفتوا كده. كمان نزلت معاها بصلاية وجزر مقطع كده دواير، وكم فص كده توم سلام. لو عايزة تحط عليها طماطمايه برضو ممكن. ونزلت التوابل بتاعتي، شوية فلفل اسمر وورق لوري وشوية بهارات، شوية كمون بيديها طعم وريحة حلوة قوي. وبعد كده نزلت عليها بمعلقة من السكر، وبدأت اقلب فيها لغاية ما خدت اللون ده كده واتشوحت. ونزلت عليها بمية مغلية عشان نسلقها. الحقيقة الطريقة دي انا معتمداها بقالي فترة وبتبقى جميلة جدا. طبعا بقى انا سبت كده الكوارع بقى على ما تستوي ساعات كمان، يعني قبلها بيوم كده ببدأ. طبعا انا ما حطيتلهاش ملح، حطيت الملح الاخر خالص. لما بدأت الكوارع حسيت ان هي خلاص استوت. وهنا بقى هعمل لها الصلصة بتاعتها. انا هعمل معاكم الصلصة دي او الكوارع، اعملها بطشة الثوم والخل. هنا بقى نزلت معلقة توم على السمنة بتاعتي، وبدأت أقلب فيها كده. هفضل أقلب في التومة لغاية ما تاخد معايا اللون الذهبي. بتبقى جميلة جدا، يعني لو جربتوها إن شاء الله هتعجبكم. يعني بعد ما خلصت بقى كده التوم خد معايا اللون الذهبي ده، نزلت عليه ب3 معالق خل. وبعد كده نزلت بقى بالطماطم بتاعتي والتوابل، ملح وشوية فلفل اسمر وشوية شطة، دي اختياري بس بتديها طعم حلو قوي. ولو عندك بهارات او كمون على كزبرة برضو بتحطي. وسبتها اتسبكت ونزلت فيها الكوارع زي ما شفتوا كده. وهنا بقى هعمل جنبها شوية رز، اللي هو رز بنقول عليه حبة وحبة او واحدة وواحدة. اللي هو باخد تلت الرز كده احمره الاول في السمنة لغاية ما ياخد اللون اللي قدام حضراتكم ده. وبعد كده بنزل عليه بقى الرز، وافضل اقلب برضو كده. واضيف عليه كمان شوية من الملح وشوية فلفل اسمر. بس ما احطش فلفل اسمر كتير وعشان لونه يعني ما يغمقش. وبعد كده نزلت عليه بقى انا الحقيقة بعمل الرز معظم الوقت بمية، وبيبقى جميل جدا. وكده الوجبة بتاعتي جاهزة، او الاكلة بتاعتي النهاردة جاهزة. بصوا بقى الكوارع شكلها حلو وطعمها كان جميل جدا. ولو عملتيها على فتة برضو، بس انا قبلها كنت عاملة فتة، فالنهاردة يعني ايه استسهلت كده وعملت شوية رز. وكان طعم الصلصة كان جميل جدا، والكوارع مستوية زي ما انتم شايفين. بس انا الحقيقة مش واخدة راحتي لان هي لسه سخنة، فمش عارفة اقطع كويس. وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. واللي عجبه الفيديو واول مرة يدخل قناتي، اتمنى تنوروني باشتراك في القناة ولايك حلو كده. وتفعلوا الجرس على الكل، على كلمة الكل، عشان يوصلكوا إشعار بكل وصفاتنا. والأكم بخير مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.